السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده مع بعض فيديو تطبيق جديد. ازاي الأجيال كاملة زمان كانت بتخس وتحافظ على صحتها من غير ما التطبيق يقول لهم اشربوا مية أو تحركوا 500 خطوة. وهل فعلا التطبيقات الصحية بقت ضرورية ولا مجرد صناعة بتكسب مليارات من خوف الناس على شكلهم وصحتهم؟ السؤال ده مهم جدا خصوصا بعد الانتشار الضخم لتطبيق اللياقة والصحة. والنهاردة هنتكلم عن تطبيق ريتش لياقة بدنية للنساء 40 سنة أو ريفيرس هيلث. تطبيق اتعمل مخصوص للسيدات فوق 40 سنة، واللي بقى واحد من أشهر تطبيقات الديت واللياقة في الفئة دي. لكن هل اشتهر جاي لأنه فعلا ممتاز ولا لأنه التسويق بتاعه ذكي جدا؟ خليني أقول لك الحقيقة بالأرقام والخبرة بعيد عن الانبهار والإعلانات. أول حاجة لازم نفهمها أن التطبيقات الصحة معمولة بقت جزء أساسي من حياة الملايين البشر، سواء تطبيقات لياقة عالمية بتعد عشرات المليارات من الدولارات، وعدد المستخدمين بيزيد كل سنة لأن الناس بقت عايزة حلول سريعة ومنظمة بدل الذهاب والمستمر للجيم أو الخصائص التغذية. هنا بيجي دور تطبيق اللي بنتكلم عنه النهاردة، اللي بيركز على النساء بعد سن 40، خصوصا مع تغيير الجسم والهرمونات وبطء الحرق وصعوبة الفقدان الوزن في المرحلة دي. تطبيق بيقدم خطط أكل وتمرينات ومتابعة وزن ونصايح صحية بشكل يومي، وفكرته أساسية إنه يحاول يعمل نظام مخصص لكل مستخدم بناء على عمر ووزن ومستوى النشاط والأهداف الصحية. ودي نقطة ناس كتير جدا عجبتهم، لأنهم حسوا إن التطبيق بيفهم حالتهم، مش مجرد جدول ثابت بيتكرر لكل الناس. كمان وجد التطبيق منظمة وسهلة نسبيا، ودي خلت مستخدمين كتير يتكلموا عليها أسابيع طويلة. لكن كخبير لازم اقولك ان التطبيقات دي مهما كانت ذكية ففي النهاية بتشتغل بخوارزميات عامة، يعني مش دكتور حقيقي بيتابعك. وهنا اول عيب ناس كتير ما خدتش بالها منه، ان بعض الخطط الغذائية او التمرينات ممكن ما تسيبش حالات صحية معينة، خصوصا لو عندك مشاكل هرمونية او ضغط او سكر. في تعليقات على جوجل بلاي ناس قالت ان التطبيق احيانا بيعد خطط متكررة او تمرينات غير مناسبة لمستوى اللياقة الحقيقي. ومن اكتر التعليقات اللي ناس كتير فعلت معاها كان المستخدم بيقول ان اشتريت بعد الاعلان وعدت بخط مخصص بالكامل، لكن اكتشفت ان المحتوى شبه تطبيقات كتير تانية، وان اغلب المميزات مهمة محتاجة اشتراك مدفوع مستمر. والتعليق ده جاب تفاعل كبير لان الناس كتير حسوا بنفس الاحساس، التسويق كان اقوى من التجربة الفعلية. وهنا ندخل على النقطة الحساسة شوية، ازاي تطبيق مجاني بيكسب؟ ازاي التطبيق مش مجاني بالكامل، هو بيعتمد على نموذج يعني هيخليك تدخل وتجرب شوية خدماته، بعدها هتبدأ رسائل وعروض واشتراكات وتظهر لك بشكل مكثف. وفي الأوقات دي ناس بتشتكي انها اتفاجئت بتجديد تلقائي الاشتراك او صعوبة الالغاء بعض الباقات، ودي نقطة لازم اي مستخدم يرجع لها بنفسه قبل ادخال بيانات دفع. كمان التطبيق بيستفاد من البيانات بشكل غير مباشر، لان بيانات الصحة والسلوك الغذائي والنشاط البدني بقت كنز تسويق ضخم. حتى لو التطبيق بيقول انه بيحافظ على خصوصية الشركات، عموما بتحلل سلوك لتحسين الاعلانات وزيادة الارباح، وده جزء ناس كتير متفكرش فيه وهي بتسجل وزنها واكلها ويومها. اما الاستخدامات غير اخلاقية فدي نقطة مهمة جدا، لان بعض الناس مستخدمة التطبيقات دي بشكل مرضي، يعني بيتحول الموضوع من تحسين صحة لهوس بالسعرات والوزن والمظهر. وفي مستخدمين دخلوا
بيدخلوا في ضغط نفسي بسبب الإشعارات اليومية أو مقارنة بجسمهم بنتائج تانية. وبعض التطبيقات تدفع المستخدم بشكل كامل بشكل غير مباشر للاشتراك المستمر عن طريق تخويفهم انهم لو وقفوا هيفشلوا او يزيدوا الوزن تاني. ودي طريقة تسويقية نفسية منتشرة جدا في عالم التطبيقات اللياقة. لو انا هتكلم عن طريقة الاستخدام الصح، فالافضل طريقة انك تعتبر التطبيق مساعد مش قائد، يعني تستخدمه لتنظيم وتذكير فقط، لكن القرار الصحي النهائي لازم يكون بناء على جسمك ودكتورك وظروفك الحقيقية. وضروري جدا ترجع لإعدادات الاشتراك والإشعارات والأذونات قبل استخدام. طيب هل في بدايل أفضل؟ طبعا. عندك ماي فيتنس بال، وده ممتاز في حساب السعرات وتتبع الأكل، وقائد بالبيانات ضخمة جدا. وعندك تطبيق كمان نيك تريننج كلوب، واللي بيتميز بتمرينات احترافية مجانية أكتر. كمان في تطبيق فيت اون اللي ناس كتير بتحبه لأنه بيديك تمرينات متنوعة بدون ضغط اشتراكات مبلغ فيه. كمان تطبيق نومت أو نوميان اللي بيركز أكتر على جانب النفسي والعادات الغذائية مش مجرد ديت تقليدي. والرأي المهني نهاية التطبيق فعلا مفيد لفئة كبيرة من السيدات، خصوصا اللي محتاجين تنظيم وتحفيز اليومي، لكن مش حل سحري ولا يستحق الثقة العمياء. لو تستخدمه بعقل هيكون أداء كويس، أما لو صدقتوا كل وعد الإعلانات فممكن تدفع فلوس أكتر مقابل النتائج العادية جدا. وفي النهاية نرجع للسؤال بدأنا بالفيديو. الناس زمان كانت بتعيش بصحة أفضل أحيانا لأنهم علاقتهم بالأكل والحركة كانت طبيعية مش محكومة بالإشعار من تطبيق تكنولوجيا. كمان مفيد جدا، لكن أخطر لحظة هي لما تتحول من أداة تساعدك لشيء يتحكم فيك. ولو حبيت نوع من التحليل صريح للتطبيقات اللي بيكشف من الإعلانات ما بتقولهاش، تعمل لايك وشارك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.